الحزن، الندم، الرغبة في الانتقام والغضب كلها مشاعر بتدل على حاجة واحدة بس، إنك محبوس في الماضي ورافض تخرج منه. وكل مجهودك وتركيزك في تغيير حاجات بالفعل حصلت وعمرها ما تتغير، وما عندكش أي تحكم فيها، وسايب كل حاجة تانية انت تقدر تتحكم فيها زي النهاردة وبكرة ومستقبلك. حالتك النفسية وصحتك وتفكيرك وراحة بالك، كل الحاجات دي انت تقدر تتحكم فيها، لكن انت سايبها وبتفكر في الماضي. عشان تخرج من سجن الماضي لازم تعرف ان انت السجان والمفتاح معاك وتقدر تستخدمه، بس انت مشغول بمين دخلك ودخلك ليه وعمل فيا كده ليه وانا ما كنتش استحق ده، وناسي ان المفتاح قدامك اهو في ايدك وتقدر تستخدمه وتخرج في اي لحظة عشان تخرج من اللي انت فيه. اعترف ان الماضي مش هيتغير مهما حاولت تغير فيه. يلا ابدأ بوضع اهداف وتحديات جديدة وابدأ في تحقيقها، عشان مفيش اي حاجة هتسعدك قد شعورك بالانجاز. اتعلم من اخطائك وما تكررهاش تاني، كل حاجة اتعلمتها هو تحضير ليك لتجربة اكبر في المستقبل، ما تقعش فيها في نفس الاخطاء وتستنى نتائج مختلفة. خرج المشاعر السلبية اللي محبوسة جواك، سواء بالكلام والفضفضة أو بالرياضة أو ممارسة أي هواية من هواياتك. ده هيساعدك تتخطى المشاعر السلبية بدل ما تتجاهلها وفجأة هتلاقيها بتظهر تاني، لكن بصورة أعنف جدا. نام كويس واهتم بصحتك، لأن ده عامل مهم جدا في صحتك النفسية. ما تخليش الماضي النقطة اللي تقف عندها، خليه نقطة انطلاقك.